بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم. النهاردة فيديو جديد سهل وبسيط حتى لو كانت الكوارع. برضو فيديو النهاردة بتاعنا هيكون سهل وبسيط إن شاء الله. لو اتبعتي معايا الخطوات ومشيتي على المقادير بتاعتي النهاردة هتعملي أحلى فتة كوارع إن شاء الله. ولو حابة تتابعي معايا الفيديو للآخر ما تنسيش تعملي لايك للفيديو واشتراك في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد ان شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض فتة الكوارع بطريقة سهلة وبسيطة جدا وهتعجبكم ان شاء الله. هتشوفي معايا كل خطوات فتة الكوارع بداية من سلق الكوارع بطريقة جميلة جدا، وهتطلع معاكي شوربة ممتازة. مش هطول عليكم، يلا نسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالي شوفي معايا كده، انا جايبة معايا الكوارع زي ما انتوا شايفين كده، غسلتها كويس قوي لغاية ما بقت معاكم بالشكل الجميل دوت. غسلتها بالدقيق والملح والمية، ونقعتها كويس جدا في الدقيق عشان يشيل معاكي اي ريحة غير مستحبة. فبتطلع معاكي في الاخر بتبقى جميلة زي ما انت شايفة كده. وهوريكي دلوقتي معايا طريقة عمل شوربة ممتازة جدا، هتعجبك جدا ان شاء الله. المقادير بقى سهلة خالص، هي بس بداية كده الكوارع. وتعالي هوريكي معايا بقى باقي المكونات واحنا بنشتغل مع بعض في الوصفة. بسم الله. تعالي شوفي معايا بقى كده، جبت حلة على النار وهبدأ بعد كده بقى اضيف كده معلقتين كبار كده من السمنة. هبدأ كده اسيحهم شوية على النار، وبعد كده هنزل معايا بالقطع بتاعة الكوارع اهي. انا الجزار مقطعها، بيبقى مقطعها لك هو، وبعدين لو في اي قطع كده لسه موجودة مع بعضها انت بتحاولي كده انك تقطعيها كده في البيت. وبدأت كده ضفتها زي ما انتوا شايفين في السمنة عشان هنبدأ نديها تشويحة. الخطوة دي على فكرة مهمة جدا قوي، بتطلع معاكي شوربة جميلة جدا وممتازة. هبدأ بقى كده اضيف نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود وورق اللورة والحبهان، 4 فصوص كده من الحبهان. دي كلها منكهات جميلة جدا للشوربة، زي كأنك بتضيفي معاكي بهارات كده للحمة. هبدأ بقى كده اقلب كده قطع الكوارع كده عشان كلها تتشرب من التوابل اللي احنا ضفناها. ضفنا فلفل اسود وورق لورا وحبهان. لسه هنكمل باقي المنكهات بتاعة الشوربة بس لما تتشوح كلها كويس كده مع السمنة والبهارات اللي احنا ضفناها دي. بس الملح انا مش هضيفه دلوقتي عشان ما يوقفش معايا التسوية بتاعة الكوارع. زي كأنك بتتعاملي كده مع اللحمة، بنضيف الملح في الاخر بعد ما اللحمة كده بتقرب تستوي. فبرضو هنا بعد ما تدخل كده في السوا هبدأ بقى ان انا اضيف الملح، بقلبها كده كويس كده كلها. وبعد كده هبدأ بقى انزل معايا كده بالبصل. معايا بصل مقطعاه كده مكعبات، بصلتين كده صغيرين متقطعين مكعبات كده. كل دي حاجات جميلة قوي هتبقى تحلي معاكي الشوربة. ادي برضو طماطم مكعبات وجزر مكعبات زي ما انتوا شايفين كده. دي بقى الحاجات اللي هتطلع معاكي شوربة ممتازة مع البهارات اللي احنا ضفناها في الاول، وكمان الخضار الجميل دوت هيطلع معاكي احلى شوربة كوارع ممكن تدوقيها. بعد ما خدوا تشويحة بقى كده مسخنة عندي بقى مية كده في الكتل. اهم حاجة المية تكون سخنة جدا، وننزل بيها كده ونغطيها ونسيبها تستوي على راحتها. تعالي بقى هنا هنحضر العيش بتاع الفتة. هنعمله بطريقة جميلة جدا. ضفت كده معلقة كده من السمنة عندي، وبعدين هنزل كده بمعلقة كبيرة من الثوم المفروم. هبدأ كده اقلبهم، انا مش هسيبها انها تحمر ولا تاخد اي لون خالص. ضفت كده عندي العيش. معايا العيش مقطعاه كده مكعبات زي ما انتوا شايفين. العيش دوت لسه عيش طازة، مش متحمص ولا حاجة. انا دلوقتي كده هبدأ اني احمصه. اضيف بقى عليه كده رشة من الفلفل الاسود
ورشة كمان من الملح، وكده تمام كده متبل وفي الطعم الجميل. هبدأ اضيفه بقى عندي في الفرن واسيبه لغاية ما يتحمص. تعالوا بقى هنا انا هعمل بقى الرز بتاع الفتة. انا جبت عندي الحلة على النار، ضفت معلقتين من الزيت ومعلقة من الزبدة، ونزلت عليهم بالرز مغسول ومتصفي وشوحتهم كده زي ما انتوا شايفين. تعالوا بقى ناخد من الشوربة الجميلة دي. بصي احنا كده لسه في نص التسوية، وما شاء الله على شكل الشوربة جميلة جدا. كده الشوربة ممتازة معانا وريحتها حلوة قوي، ما فيهاش اي ريحة غير مستحبة ولا حاجة، لان احنا غسلينها كويس وكمان متبلينها كويس وضايفين لها الخضار والمنكهات الجميلة بتاعة الشوربة. فكده هنبدأ بقى ناخد كده من الشوربة الجميلة دي، ونضيفها كده على الرز عشان نعمل احلى رز للفتة بتاعة الكوارع. ونستنى لحد الرز ما ياخد اول غلوة، بعد كده نهدي النار ونسيبه يستوي، لان الرز دايما بيحب يستوي على نار هادية. دلوقتي بقى هنعمل الصلصة بتاعة الفتة. نزلت كده بمعلقتين من السمنة، معلقة توم مفروم. اول ما بدأت تاخد لون اصفر كده ذهبي، نزلت على طول بربع كوباية من الخل. وطالما وصلتي لغاية هنا من الفيديو، اطمني على فتة الكوارع اللي هتعمليها من ايدك ان شاء الله. بس ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وتشتركي في القناة لو انتي اول مرة بتشوفيني. بدأنا كده، نزلنا بقى بعصير الطماطم عشان نسبك الصلصة بتاعة الفتة. ضفت بقى نص معلقة كده من السكر، وبعدين رشة من الفلفل الاسود والملح والكزبرة الناشفة. كده هي دي التوابل البسيطة جدا بتاعة صلصة الفتة بتاعة الكوارع. تعالي بقى كده ندي طعم جميل جدا للكوارع كده لما نضيفها كده على وش الفتة، تبقى ليها طعم جميل كده ومميز. جبت عندي كده حلة على النار، ضفت معايا كده معلقتين من السمنة، وبعدين نزلت بحوالي بصلتين كبار كده مقطعوهم زي ما انتوا شايفين كده بالتقطيعة دي، جوانح كده. وبعدين هبدأ اشوحهم. بعد كده هنزل برضو معايا فلفل رومي، حوالي برضو 4 وحدات من الفلفل الرومي برضو كده. بدأت برضو اشوحهم كده مع البصل. كل ده احنا بنضيف طعم مميز كده للكوارع، واحنا بنضيفها على الفتة يبقى ليها طعم برضو كده، مش انها تبقى مسلوقة وخلاص، لا تبقى ليها طعم كده زيادة ومميز مع الفتة. بعد كده خلاص، بعد ما شوحتهم كده كويس، نزلت معايا بمعلقة من الثوم المفروم كده برضو. هبدأ اشوحهم كده شوية مع بعض، وبعدين كده هنزل بقى بالكوارع اهي المسلوقة معايا دي، سلقت كده وبقت تمام. بعد كده بقى هبدأ اديها تقليبة كده مع الخضار الجميل دوت زي ما انتوا شايفين، تتشوح برضو كده وتاخد من طعم السمنة او الخضار الجميل اللي احنا ضايفينه دوت. ضفنا بصل وفلفل اخضر والثوم المفروم، بنشوحهم بقى كده كويس ونقلبهم. بعدين هبدأ بقى كده اضيف عليهم عصير الطماطم، عصير طماطم تقيل. بدأت ضفته كده على المكونات كلها كده، ونبدأ نقلبه مع الكوارع كده. وهضيف بقى كده حوالي معلقتين كبار كده من الشوربة اللي احنا عملناها بتاعة الكوارع. هنزل بقى كده بالملح، هنتبلها بقى خلاص، والفلفل الاسود. بس كده هي دي التوابل، وهسيبها بقى كده تغلي على النار وتتسبك مع كل التوابل اللي احنا حطيناها والصلصة الجميلة دي. تعالي شوفي بقى كده معايا العيش اتحمص وبقى جميل وليه طعم كده مميز وريحة مميزة من الحاجات اللي احنا ضفناها له. ضفنا له الثوم ورشة فلفل اسود والملح، بقى متحمص كده وجميل. تعالي بقى كده ضفناه عندنا في طبق التقديم. نجهز له بقى ايه، كان معايا كده الشوربة
ضفت عليها حوالي معلقة كبيرة كده من الصلصة بتاعة الفتة اللي احنا مجهزينها، وتكون سخنة كده زي ما انتوا شايفين. نبدأ نضيفها كده على العيش عشان يتشرب معانا، ما نزودش قوي، هو كده كويس عشان يطلع معانا برضو مقرمش كده، وبرضو واخد من طعم الشوربة كده والتوابل بتاعة الصلصة. بعد كده نبدأ نضيف عندنا الرز الابيض الجميل اللي جهزناه عندنا للفتة. زي ما انتوا شايفين كده اتشربوا بقى جميل جدا ومفلفل، مش معجن ولا حاجة، طالع كده زي الفل، وفي لمعة جميلة. نبدأ كده نضيفه زي ما انتوا شايفين كده، كل حباية لوحدها من الرز. نبدأ بقى كده نوزع كمية الرز كلها كده على وش طبق التقديم. وبعد كده هنبدأ نجيب عندنا الصلصة بتاعت فتة الكوارع اللي جهزناها مع بعض. زي ما انتوا شايفين لونها جميل جدا، وريحتها وطعمها كمان ممتازة. وكده كمان الكوارع اخدت معانا طعم جميل جدا من الخلطة اللي احنا عملناها لها، وطالعة معانا كمان مستوية زيادة، واللون كمان بقى احلى واجمل، والطعم زي ما انتوا شايفين كده. بدأنا ورصينا كده الطبق بتاعنا، رصينا كده قطع الكوارع على وش الفتة، واحلى فتة كوارع عملناها النهاردة من قناة اكلات مصرية مع ام عبد الرحمن. بتمنى كل اللي يجرب الطريقة دي النهاردة ما ينساش يقول لي ايه رأيه في التعليقات. عملنا النهاردة الفتة بطريقة سهلة وبسيطة جدا وبطعم وريحة ممتازة، وهتعجبكم جدا ان شاء الله لو جربتوا الطريقة دي. ولو انت اول مرة بتشوفيني ما تنسيش انك تشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد ان شاء الله. وكده عملنا مع بعض النهاردة الفتة بتاعة الكوارع بالطريقة المصرية في قناة أكلات مصرية مع أم عبد الرحمن بطريقة سهلة وبسيطة. ولغاية هنا الفيديو بتاعنا خلص، أقابلكم تاني فيديو جديد إن شاء الله، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.